كل طريق طبيعي بيعدي على مرحلة صعبة. أنا ماشي دلوقتي في طريق طبيعي من النوع اللي بيبدأ بسهولة وبعدين فجأة تلاقي نفسك في طلعة صعبة أو لفة مش متوقعة. بس وأنا ماشي لاحظت حاجة، إن كل الطرق الطبيعية هنا مهما كانت صعوبتها في المشي دايما في آخرها مشهد يستاهل. وأنت كمان الطريق اللي ماشي فيه دلوقتي لو كان طبيعي من جواك، من شغفك، من هدفك الحقيقي، لازم هيعدي على مرحلة صعبة. الشك، التعب، الخوف، التردد، دي مش علامات انك ماشي غلط، دي علامات انك في طريق حقيقي، مش طريق مزيف مفروش ومريح. طريق طبيعي يعني فيه تحديات بس كمان فيه معنى وفي هدف. انا دلوقتي موجود في قرية معشوقية في ولاية اسبانجا. طبعا ولاية اسبانجا دي في محافظة ازميك، على بعد تقريبا 40 او 50 كيلو من اسطنبول. طبعا حاجة قمة في الجمال والروعة، طبعا شيء رائع جدا وشيء خيالي بصراحة. تركيا طبعا بتبهرني كل ما بمشي في اي حتة بصراحة، او كل مدينة بتلاقي فيها ما هو اجمل من التاني. طبعا انا لسه كنت في طرابزون وكنت في اوزنجول. دلوقتي طبعا بعد ما جيت اسطنبول ادينا اهو كده في اسبانجا. شيء بصراحه فوق الخيال.